صباح الخير، يا رب تكونوا في احسن حال وانتوا بتشوفوني النهارده. لو اول مره بتشوفوني، انا حكمه طارق ودي قناتي عالم الحلويات. النهارده هنعمل مع بعض الاسبونج الجاهز باسهل طريقه ممكن تعمليها. هستخدم النهارده العجان بتاعي وهستخدم الكف السلك بتاع البيض. هستخدم النهارده ربع كيلو من دقيق الاسبونج. تستخدمي طبعا النوع اللي انت بتفضليه، انا بستخدم جولدن باك. المفروض مع الربع كيلو بستخدم 3 بيضات، بس انا للاسف ما كانش عندي غير بيضتين كبار، والاول مره هحاول استعوض عن البيضه اللي فاضله بنص معلقه من المحسن الجل. نزلت بنص معلقه المحسن الجل بتاعي وحوالي تلت كوبايه من الميه. تلت كوبايه من الميه يعني هي ازيد من ربع كوبايه، لانه انا كمان ناقص عندي بيضه، فحاولت ان انا اعوض كميه السوائل بنص معلقه المحسن وكميه الميه اللي انتوا شايفينها اللي انا ضفتها النهارده. هبدا انزل بالعجان او بالمضرب السلك بتاعك او باي حاجه عندك، طبعا مش ضرب يدوي، على السرعه البطيئه حوالي دقيقتين. بعد كده بسرع العجان بتاعي على السرعه العاليه، بضرب حوالي من 10 ل 12 دقيقه، طبعا على حسب المضرب اللي بتشتغلي بيه وقوه وسرعه العجان بتاعك. هستخدم النهارده صينيه مقاس 20، وممكن تقيسي الصينيه بالشكل اللي انا قسته كده عشان تتاكدي ان هي دي مقاس 20 مناسبه للربع كيلو. ارتفاعها طبعا بيكون 10 سم زي ما انت شايفه. انا بستخدم الصواني الالومنيوم ودي بتديني نتيجه حلوه جدا. لازم مع الاسبونج بقطع ورقه او بعمل ورقه زبده في ارضيه الصينيه بتاعتي عشان اضمن وانا بخرج الاسبونج من الصينيه ما يلزقش معايا، ولان كمان الاسبونج ما بيكونش فيه اي ماده دهنيه، فلازم طبعا بيكون حساس جدا، فلازم ان انا ابطن الصينيه بتاعتي. فرشه بسيطه كده معايا من السمنه او الزبده، يعني الماده الدهنيه اللي انت حباها، بس بلاش الزيت. بحاول ان انا ادهن قاع الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وكمان ادهن الجناب بتاعتي كويس جدا. اهم حاجه ان انا ادهن الصينيه بتاعتي كويس جدا عشان اضمن سهوله الاسبونج ساعه ما يخرج من الفرن يطلع من الصينيه مباشره وما يلزقش معايا، عشان ممكن يبوظ لك الوصفه بالكامل. هبدأ دلوقتي بعد ما دهنت الصينية بتاعتي كويس جدا، هحط ورقة الزبدة زي ما انتم شايفين، وكمان دهنة عليها بسيطة جدا من السمنة عشان اثبتها في الارضية، وكمان لما اجي اخرجها يعني تطلع سهلة معايا من الاسبونج بتاعي، ما تكونش لازقة فيه. دلوقتي في اثناء ما المضرب بتاعي بيخلط الاسبونج كويس، انا دلوقتي شايفه ان الخليط بتاعي فتح، فاصبح الاسبونج بتاعي جاهز على الاستخدام. طبعا مدة كل عجان او مدة كل ضرب بتختلف، بس لو انت بتستخدمي عجان زي العجان بتاعي هتضربيه حوالي من 10 ل 12 دقيقة على السرعة العالية. حابه ان انا اوريكم شكل الاسبونج بتاعي. شايفين هو زاد طبعا، بس انا لسه هستنى عليه كمان دقيقتين لانه لسه ما عمليش شكل المنقار، او لسه سايل الى حد ما. فانا دلوقتي ضربته كويس جدا، حسيت انه الخليط نفش معايا كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو. خلاص بقى بطلع الكف السلك بتاعي واحاول ان انا انفضه كويس جدا. الربع كيلو ده هيبقى كويس جدا على الصينيه بتاعتي. الصينيه بتاعتي دي مقاس 20، ان هي ممكن تكفي معايا من 4 ل 6 افراد. طبعا الاسبونج بتاعي انا في الاخر بقطعه حوالي 4 طبقات او 5 طبقات على حسب انت حابه ايه، يعني سمك الطبقه بتاعتك، يعني سميكه او رفيعه، فطبعا ده خيار في ايدك انت. جهزت الصينيه بتاعتي في الاثناء دي وانا رايحه انزل الخليط بتاعي في الصينيه. بشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 180 لمدة 5 دقايق، يعني مجرد ما انا بس بخلص تطبيق الاسبونج بتاعي وانزله في قلب الصينية، ببدأ ان انا خلاص الفرن بتاعي اصبح جاهز. ما ببداش ان انا اشغل الفرن من اول ما اضرب الاسبونج، لان كده بسخن الفرن كتير جدا، فطبعا بيعمل دروب معايا في الكيكه، بتبقى شكلها من بره استوى لو انا ببص عليها، ومن جوه بتبقى لسه ما استوتش. فاحسن حاجه للاسبونج ان انا بشغل الفرن قبل ما ادخل الصينيه بتاعتي ب5 دقائق. بدخل الاسبونج على الرف الشبك بتاعي بيكون في نص الفرن بالظبط. هبدا دلوقتي ان انا يعني ايه احاول ان انا اخبط الصينيه بتاعتي خبطتين 3، لان قوام الاسبونج بيكون تقيل، فانا حابه ان انا اسويه من غير تدخل اي حاجه. هبدا دلوقتي ادخله الفرن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه، وطبعا كل حد على حسب الفرن بتاعه هو سواه ازاي. دلوقتي بعد ما استوى معايا بالظبط، انا مجرد ما بيستوي حتى لسه سخنه، لسه قلبها حالا اهي مبخره، بتطلعيها من الصينيه مباشره وتحطيها على رف شبك زي ما انا حطاها. زي ما انتم شايفين الصينيه بتاعتي طالعه نظيفه وطالعه ما فيهاش اي حاجه. كمان ورقه الزبده مهمه جدا ما تستغنيش عنها. طبعا هي كانت نفخت فلزقت في الرف من فوق شويه، فالحته اللي فوق دي اتشالت معايا. زي ما انتم شايفين طالع هش وخفيف وجميل جدا. الاسبونج معاكي سهل وتقدري تعمليه. هسيبها تبرد تماما وبعد كده هقطعها، واشوفكم على خير في وصفه جديده ان شاء الله.